السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأعزائي محبي ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام. تحية طيبة مني لكم. مايو شهر السعد عليهم، 4 أبراج على موعد مع مكاسب مالية وحب جديد. توقعات هالة حافظ. وفقا لتوقعات هالة حافظ أن هناك 4 أبراج قد تكون على موعد مع مكاسب مالية وحب جديد في مايو بشكل عام. تعال نشوف أول برج معانا هيكون برج الجوزاء. مع انتقال كوكب المشتري إلى برجهم في أواخر مايو، قد تبدأ فترة من النمو والفرص الجديدة. على الصعيد المالي قد تظهر فرص غير متوقعة، أما عاطفيا قد يحمل لهم هذا الشهر لقاء مميز يغير مسار حياتهم العاطفية. تاني برج معانا هيكون برج السرطان. قد يشهد مواليد برج السرطان تحسنا في الأوضاع المالية، وقد يحصلون على عروض أو مكاسب مالية. عاطفيا قد يكون هذا وقتا جديدا لتعزيز الروابط مع الشريك. وبالنسبة للعازبين قد تتاح لهم فرصة للقاء شخص جديد من خلال محيطهم الاجتماعي. تالت برج معانا هيكون برج الميزان. قد يحقق مواليد برج الميزان أرباحا مالية، وقد يتم تعويضهم عن خسائر سابقة. على الصعيد العاطفي قد يحمل لهم هذا العام بشكل عام فرصا للقاء الحب جديد أو عودة أشخاص غائبين. ورابع برج معانا هيكون برج الثور. مع وجود كوكب المشتري في برجه حتى أواخر مايو، قد يستمر مواليد الثور في جني ثمار جهودهم المالية، وقد يحالفهم الحظ في بعض الاستثمارات والمكاسب. عاطفيا قد يشهدون استقرارا أكبر في العلاقات القائمة، وقد تتاح للعازبين فرصة لقاء أشخاص أخرى. هي دي كانت كل توقعاتنا. دمتم في أمان الله.